بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المهم جدا للأمة الإسلامية أن تدرس بعض المراحل في تاريخها من المراحل المهمة المؤثرة التي تمثل ما يسمى بالمنعطفات التاريخية. عندنا في تاريخنا الإسلامي بعض الأيام التي يمكن أن تسمى من أيام الله عز وجل، والله عز وجل في كتابه الكريم أمرنا أن نتذكر هذه الأيام. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تذكير بأيام الله، هذه الأيام التي فيها منعطفات تاريخية كبرى، فيها تحقيق انتصار كبير للمسلمين، فيها رؤية لما فعله الله عز وجل لهذه الأمة من خير، ما فعله سبحانه وتعالى لأعدائها من إهلاك وهزيمة. هذه أيام تثلج صدور المؤمنين وتعلم المؤمنين كيف يخرجوا من الظلمات إلى النور، تعلمهم كيف الصبر وكيف الشكر. من هذه الأيام يوم من أعظم أيام التاريخ الإسلامي، هو يوم موقعة حقق فيها المغاربة، الشعب المغربي العظيم، نصرا كبيرا على البرتغال، وهي موقعة الملوك الثلاثة. الموقعة دي برضو بتعرف في التاريخ باسم موقعة وادي المخازن، وبتعرف برضو بموقعة القصر الكبير. كلما ازدادت التسميات لموقعة من المواقع أو لرجل من الرجال أو لعلم من الأعلام فهذا دلالة على العظمة. لما بتكتر التسميات معناها أن الناس مهتمة بالحدث. هذا يوم من أيام الله عز وجل. الشعب المغربي الحقيقة من الشعوب العظيمة الكبيرة اللي ليه هوية خاصة وليه أيادي بيضاء على الأمة الإسلامية في أكثر من جانب. لعل من أبرز الجوانب التي أسهم فيها الشعب المغربي في إعلاء شأن الأمة الإسلامية جوانب الجهاد في سبيل الله، جوانب العلم، جوانب الحضارة، يعني له إسهامات هائلة. الحقيقة في هذه الموقعة، موقعة وادي المخازن، احنا بنقول ان دي من أعظم مواقع التاريخ، والكلام ده مش كلام مرسل. احنا ليه بنقول ان في موقعة عظيمة أو موقعة لا قيمة لها أو لا يعني أهمية لها في التاريخ؟ بنبني ده على أمرين كبار جدا. الأمر الأول هو عظم الغاية والهدف. لما تكون المعركة نبيلة، أهدافها واضحة وسامية وحقيقية وعادلة، بتكون معركة مهمة. والحاجة التانية المهمة جدا الآثار والنتائج. عشان كده بنسميها منعطفات تاريخية. التاريخ بيتغير بعد موقع من المواقع. مش مهم عدد الجيش قد إيه، مش مهم الموقعة خدت كام يوم، ممكن تكون الموقعة خدت عدة ساعات فقط وعدد الجيش قليل، لكن الآثار هائلة. وانظروا إلى بدر وآثار بدر، وربنا سماها يوم الفرقان، مع أنهم 317 بيحاربوا 1000 في نقطة صغيرة جدا في يوم واحد من أيام الله عز وجل، لكن أثرها كانت مجيدة. هكذا كانت وادي المخازن. مملكة البرتغال استقلت عن الأندلس في سنة 1139 ميلادية بعد 4 قرون من الحكم الإسلامي، وهي أول الأماكن انسلاخا من الأندلس، يعني قبل بقية إسبانيا بعدد كبير من السنوات. يعني كونت مملكة مستقلة وقومية مستقلة وقعدت حوالي 3 قرون، ثم احتلت سبتة في المغرب سنة 1415 ميلادية، وكان عندها طموحات كبيرة إن هي تغزو العالم. حاولت تعمل اكتشافات جغرافية على مراحل مختلفة. وصلت سنة 1488 ميلادية آخر القرن الخامس عشر الميلادي إلى اكتشاف هائل، واكتشاف رأس الرجاء الصالح. بعدها ب10 سنين قدروا يوصلوا الهند سنة 1498، وبعدين وصلوا البرازيل سنة 1500 بعدها بسنتين. وباكتشاف الهند والبرازيل تحولت البرتغال من مملكة إلى إمبراطورية عظمى مؤثرة في السياسة العالمية كلها. كانت من أعظم الإمبراطوريات في تاريخ الدنيا، لأن هي ملكت مساحات ضخمة جدا وكانت في غاية الثراء، لأنهم استطاعوا أنهم يكتشفوا التوابل في الهند، والتوابل دي كانت أسعارها بتقيم بالذهب، فكانت يعني ثروات هائلة. هذه الدولة الكبرى بدأت تؤثر أصلا على المسلمين، لأنها لما التفت حول رأس الرجاء الصالح ضربت السواحل الإسلامية، دخلت في صدامات مع المماليك، انتصرت عليهم في عدة معارك، أشهر موقعة ديو سنة 1509، وحققت أيضا انتصارات على الدولة العثمانية. يعني كانت بتمثل منغص كبير جدا للمسلمين.
واتسعت الطموحات علشان يضموا المغرب. المغرب في ذلك الوقت بيسموه المغرب الكبير، ممكن تكون حدوده أوسع من حدود المغرب دلوقتي بكتير، يعني ممكن تكون بتضم المغرب دلوقتي وبتضم موريتانيا وبتضم كمان أحيانا أجزاء من السنغال، يعني داخلة في جنوب المغرب الآن بكميات أو بمساحات واسعة من الأرض. فالمغرب الكبير هذا كان يمثل حلم للبرتغال بحيث انها تعمل دولة أو إمبراطورية لم تسبق في التاريخ. لما هتدخل على أفريقيا هيكون فيها توسعات كبيرة جدا. كان ملك البرتغال ملك شاب كان اسمه سباستيان الأول، كان عنده طموحات كبيرة، كان عنده 21 سنة، أراد أن هو يتوسع في البلاد، بدأ يفكر في تكوين جيوش تغزو المغرب. ما كانش يعرف ان هو بيحفر قبر الامبراطورية الكبرى التي اسسها اسلافه. حاول يعمل حرب صليبية، بدأ يجيب دعم البابا، ادى المعركة شكل او الغزو شكل ديني. استعان باحد اكبر القادة الانجليز اسمه توماس ستاكلي. توماس ستاكلي هذا كان حقق انتصار على الدولة العثمانية في موقعة ليبانتو البحرية، موقعة مشهورة جدا سنة 1571. حقق فيها انتصار كبير جدا وزاع نجمه في أوروبا كلها، فاستعان به واستعان بخاله كان فيليب الثاني اللي هو ملك أسبانيا، فجيوش من أكثر من دولة البرتغال، واستعان بكل نبلاء البرتغال في الموقعة، واستعان زي ما قلنا ملك اسبانيا وقادة من انجلترا وبعض الفرق من هولندا وبعض الفرق من الامارات الايطالية. كون جيش حوالي 18,000 مقاتل وعلى 500 سفينة، وبدأ يحاول ان هو يشوف فرصة يدخل فيها الى المغرب. في هذه الاوقات في سنة 1574 حصلت فتنة في البلاط المغربي بموت الملك اللي كان بيحكم المغرب في ذلك الوقت. المغرب في هذا الوقت كانت تحت حكم السعديين. السعديين أسرة حكمت المغرب من سنة 1554 ميلادية، استمر حكمها حوالي 80 سنة أو أكثر شوية. وهذه الأسرة من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني من آل البيت. كانت أسرة طيبة حكمت المغرب بشكل طيب فترة طويلة من الزمن نسبيا. وبعدين مات عبد الله اللي هو كان ملقب بالغالب بالله، مات في سنة 1574 واستلم الحكم من بعديه ابنه محمد الثالث اللي هو مشهور بالمتوكل وأيضا مشهور بالمسلوخ. فمحمد الثالث ده مسك الحكم، لكن للأسف الشديد كانت ليه توجهات أوروبية كبيرة، استعان بالإنجليز، وبعدين بعد كده وجه استعانته لملك البرتغال لتثبيت أقدامه في حكم المغرب. طبعا ده ما عجبش علماء المغرب وما عجبش عبد الملك السعدي. عبد الملك السعدي هو أخو الملك الراحل عبد الله أبو محمد الثالث. فالملك عبد الملك يعني شاف ان ابن اخيه محمد الثالث او محمد المتوكل استعان بالانجليز والبرتغاليين، فتوجه هو اللي استعان بالدوله العثمانيه. ساعتها كانت تحت حكم السلطان مراد الثالث، وهو فتره من فترات القوه في الدوله العثمانيه، وان كانت القوه بدات تخفت نسبيا عن الفتره السابقه لهذه المرحله. مراد الثالث تشجع لمساعدة عبد الملك السعدي، وفعلا بعد سنتين سنة 1576 أمده بجيش، وهذا الجيش استطاع أنه يضع عبد الملك السعدي في الحكم. دخل فاس وأقره في الحكم، وساعتها محمد الثالث هرب من المغرب واتجه إلى البرتغال، واستعان بسباستيان الأول أنه هو يأتي. طبعا سباستيان الأول لقى فرصة أنه يغزو المغرب بمساعدة بعض المغاربة تبع محمد الثالث أو محمد المتوكل. بدأوا يجهزوا الجيوش. محمد المتوكل جهز حوالي 6000 مغربي وضمهم لجيش البرتغال اللي هو كان من 18000 مقاتل. وعبد الملك السعدي في المقابل جهز جيش كبير من المغاربة واستعان بفرقة من الجيش العثماني بقيادة رمضان باشا والي تونس في ذلك الوقت. تونس والجزائر كانت تبع الدولة العثمانية في هذا التوقيت. ودخل الفرق كلها إلى منطقة تسمى وادي المخازن. نزل الجيش البرتغالي عند ميناء أصيلة. ميناء أصيلة ده قرب طنجة.
في شمال غرب المغرب. نزل الجيش في هذا المكان ثم انطلق جنوبا حوالي 110 كيلو متر حتى وصل إلى وادي المخازن. وادي المخازن هذا وادي كبير في مدينة تسمى القصر الكبير، عشان كده المعركة تعرف بوادي المخازن وتعرف أيضا بالقصر الكبير وتعرف بموقعة الملوك الثلاثة، وهنقول ليه اتسمت بهذا الاسم. وصل سباستيان الأول بجيشه، تقريبا الجيش كده حوالي 24,000 18,000 أوروبي بالإضافة إلى 6,000 مع محمد المتوكل المتعاون مع البرتغاليين ضد جيش عبد الملك السعدي واللي بيساعده فرقة من العثمانيين. الجيش بتاع الدولة المغربية اللي هو عبد الملك السعدي كان بقيادة الملك عبد الملك، وكان مريض، ونصحوا الحقيقة المقربون منه أن ألا يدخل إلى هذه المعركة وهو بهذا المرض ولا يركب خيلا، لكنه أصر الحقيقة على دخول المعركة في حمية كبيرة جدا، وهيج الشعب المغربي الأصيل بروح الجهاد في سبيل الله ونادي حرب إسلامية ضد حرب صليبية، وأخذ روح عالية جدا، وكان يعني بمرضه هذا مشجعا بصورة أكبر للشعب على المشاركة في المعركة. بدأت المعركة في يوم 4 أغسطس، وده تاريخ تفتكروه كويس جدا مهم جدا. 4 أغسطس سنة 1578 ميلادية، ده من الأيام العظمى في تاريخ الإسلام. سبحان الله، المعركة بدأت بقصف من الطرفين، قصف مدفعي، وفي اللحظات الأولى من القتال شاء الله عز وجل أن يقتل توماس ستاكلي. توماس ستاكلي زي ما قلنا اللي هو القائد الإنجليزي اللي كان تقريبا هو المحرك الرئيس لجيش البرتغال وأكبر عقلية عسكرية فيه، فعمل الكلام ده هزة كبيرة جدا في الجيش البرتغالي. وهذا فعل الله عز وجل لما رأى يعني إقبال وحمية المسلمين في الجهاد في سبيل الله بهذه الصورة، وقضية عادلة وقضية واضحة، فقتل هذا الرجل في بداية الموقعة. اهتز الجيش البرتغالي، لاحظ هذا عبد الملك السعدي، ركب الجواد بتاعه مع مرضه ودخل إلى أرض الموقعة، واستطاعت الخيالة المغربية أن تحاصر الجيش المغربي الجيش البرتغالي بشكل كبير. وسبحان الله المعركة استمرت 4 ساعات فقط. 4 ساعات فقط قتل فيها 8,000 برتغالي وأسر 15,000. تتكلم دلوقتي على 23,000 من أصل 24,000. أسر 15,000 من ضمنهم طبعا الجيش اللي كان معاون للبرتغاليين بقيادة محمد الثالث. وقتل في هذه الموقعة محمد الثالث، هذا اللي هو كان خائن للمغرب، قتل في هذه الموقعة، وهو أحد الملوك الثلاثة الذين قتلوا في هذه الموقعة. والملك الثاني الذي قتل هو سباستيان الأول اللي هو كان ملك البرتغال، وكان عنده 24 سنة في هذه الموقعة، قتل واختفى. وقيل أنه غرق في نهر لوكوس، ده نهر كان موجود في أرض الموقعة، ويعني لم تكتشف جثته، فهو الملك الثاني الذي قتل في هذه المعركة. وفي نفس الوقت عبد الملك السعدي اللي هو كان محرك للجهاد في هذا الجيش مات رحمه الله بعد انتهاء الموقعة من الجهد الكبير الذي بذله فيها، فكان هو الملك الثالث، ولذلك عرفت هذه الموقعة بموقعة الملوك الثلاثة. نتائج هذه الموقعة فوق التخيل. انهارت إمبراطورية البرتغال تماما، الجيش البرتغالي فني في هذه الموقعة. احنا بنتكلم على 23,000 ماتوا، يعني معظم الجيش البرتغالي 18,000 اللي كانوا جايين تقريبا ما حدش منهم رجع، اما قتيل واما اسير. فبعد سنتين من هذه الموقعة سنة 1580 ميلادية البرتغال ليس فيها جيش، اسبانيا غزت البرتغال وضمت البرتغال بكل املاكها في اوروبا وفي المستعمرات الخارجية. اتمحت البرتغال من على الخريطة لمدة 60 سنة. لم تتحرر البرتغال من اسبانيا الا في سنة 1640 بعد هذا الحدث ب60 سنة. ولمع نجم المغرب بعد هذه الموقعة، ارتفع سهمها بشكل كبير. تولى الحكم أحمد المنصور، هو أخو عبد الملك السعدي، وكانت فترة من أزهى عصور المغرب. حكم من سنة 1578 اللي هو ميعاد الموقعة وادي المخازن لحد سنة 1603، يعني 25 سنة.
كمان الدولة العثمانية أمنت بشكل كبير جدا، حدودها الغربية أمنت لأن صار فيها دولة معاونة اللي هي دولة المغرب، وحدودها الجنوبية في المحيط الهندي أيضا أمنت لأن قوة البرتغال التي كانت تهدد السواحل الإسلامية فنت ولم يعد هناك تهديد للدولة العثمانية. آثار الموقعة كانت هي منعطف تاريخي كبير. الحقيقة احنا بنشكر الشعب المغربي على هذه الموقعة الكبرى، بنقول ان الشعب له اسهامات عظيمه ما شاء الله لا قوه الا بالله. هذه الموقعه غيرت خريطه التاريخ. للاسف يعني المسلمين ما يعرفوش تاريخهم. لو نقدر نستخرج مثل هذه الايام نرفع الهمه عند المسلمين، ونشكر رب العالمين سبحانه وتعالى ان جعل من سلفنا الصالح امثال هؤلاء. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.